أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا عدان شفا من بويد ثم شهوت النهي عن الصلاة بالهاجرة في كذا التفاصيل ينس الساقي في آخر درس نوعدكم باش نبذو ذي باب النهي عن دخول المسجد بريح الثوم وتغطية الفم. الموضوع يحتاج إلى تفاصيل سنشرع فيها إن شاء الله تعالى. ذي البداية دينا باللي الإسلام الصوصية في تزدي طهارة، سواء الطهارة الحسية أو الطهارة المعنوية. وين يتسغل الوضوء يرفع الجنابة، يتسغل الوضوء وكذا يتزلى زدي، وهذه الحمد لله من خصائص الإسلام ومن خصوصيات المسلمين. تزدي اتفقنا، ولكن هل يكفي هذا؟ الجواب لا، لازم الحرص على الطهارة المعنوية. إلى قد يزدي ولس أيضا، ماشي الأعضاء نزدي في الجوارح نظيفة ولكن القلب غير نظيف، لازم تفضيون. لذلك تلوكور بزاف ديال الغاشين ما تفضي تظلن ولكن داخل داين لان ولاون يظنن يهلكن. الحقد، البغضاء، الحسد، ياكل شوالق، ياكل سلان ذكولاون مسفهم. لذلك من كل حاجة تسعى المقصود لها مقاصد. وربي القرآن مديننا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إذن سلامة القلب مقصد من مقاصد الدين. نمسفهم. الأمر الآخر دائما في إطار الموضوع بس الأذى. نهضر في التزديد ونهضر في الأذى يجيني أماكن الزمرات تضر ضيون سوال ذو سوال التجرح سوال أول أماكن يتهدوا يفنوا أول أماكن يزيز دي يسلوغوا أكديني ونوال يسلوغوا ليه كامل يوم بوال شحال يمشاون شحال مخلفني شحال النوغن سبا ذوال ما ماشي تقول كانيس يجرح أي غير ذي الشرايط يريد جزار تخلمض اللاذا غيون. أما العنف اللفظي سوال تجرحض سواء النظام الجسدي، الأذى الجسدي أتوفض كيف ويريد جزارة طبعا مع اختلاف في نسبة الأذى وقدر الضرر. لذلك رب سبحانه عز وجل وقولوا للناس حسنا إنيث أول زيضن يمذانا ماشي المؤمنين غير الجيران غير مولان خاطئ للناس أكمل وقولوا للناس حسنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يد من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا أو ليصمت. وين يؤمن نص ربي ويؤمن الآخر أديني أول زيضن نغ أذي السوس نمسفهم يمزور قارن الجرح يتغيزي يحلو نغ في رواية يقاز يحلو يروال يتغيزي يرنو يروال يتغيزي يرنو. تجوك ذي المقدمة باش روضغ الثوم يثوريون يتشاد البصل يتشاد في الشرث. وين البروبليم؟ يتشاد بصحته يتشاد يخي جوزنت. ولكن حرص الإسلام على عدم إلحاق الأذى ولو كان الريحة وخاطئ ما تدخلش المسجد تحضرش الجمعة. ذلك في آخر الدرس اللي فات فكرة إشكال ناض صافيون اسكوز ما يخدم تعمد من الميد ل 12 هذا راح يتشيسين
هذا يتشلف الصل وهذا يرث الشرث بعد شي نسليغ الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث رقم 29 في الموطأ يناد باللي مادام فتشطي الشرث وكذا الفصل يلا وتزلر الجمعة وتشمل الجامعة ثلاث تسلمي الأحاديث زرا ما يسمثان خطر اللذة ولا مس الريحة خاطر افعذك يرثشي وينه يعني ان شاء الله ربي يهدي كاع الناس وقاعد تكيف الدخان ذين تزرع الطباء زرعنا خير النغ هذا شو المضره تساوي دخان اما وين تكيفن اما وين حضرا وهاثوني حضرنا كني هذه تصوضور اكثر بني تكيفن يعني ذي المحنايا وكش في غذي 88 جامعة تسوى سنة المموثة 88 ذي بخلفة يعني نخدمي وراش مسابقة هذه الجامعة يعني في الفقه في التفسير في القرآن كذا ويحفظون القرآن السنة وكذا الجوائز قبل فيك الجوائز ذي الفقه صح لي ديال بالشي مشطحة كيف كاسني سقسيين يون ذفيريون يبضيون ناس ما هي نواقض الوضوء ذا شو نقضي الوضوء إناد كرمكم الله وين يقضي حاجته البول ما كذا كذا يعني وين يدفع أبري بضد التدخين دخان إنك الدخان ليس من نواقض الوضوء دخان وين يسونا أقروا طبعا ولا قال في سوء ولكن ما يسوى تنتصل الوضوء استخسار الوضوء ينس ولكن قشيشاكي هذا مشطوح انسان نثيد بارمي اين يستفسد الوضوء يستخسر الوضوء صار دير فافيس الا قد يعاود الوضوء ناس خاطئ فالوضوء شو يدينا يغنتي يستحفظن ماشي كي تستحفظن ان يكذا يموس دخان يفر الخضار فاميل تسير سكيت لا ذا شو السباسي الدخان يسكيف اطاس يغالي ذمرنيس مغرفال يهلك السبة الدخان المثيوث السبة ماشي اليوث نغاس تحفظوا في لك حاجة دايرنا سيدي الجامعة ديال التعليق نغاس التدخين ليس من نواقض الوضوء ولكن من نواقض الحياة ميساج رسول بذكريت من نواقض الحياة ثريون الدخان صافي بارمي لي زينكونفينيون دخان الاذى الريحه يتسكد الريحه ديريت صح ثم وين نصنفوه التدخين نصنفوه في الطيبات في الخبائث اذا كان لفصل سيدهم كسقاره سيد الكوزينه اثي شي ولا ديك الشمال الجماعي يبود لاذا ذي الحلال ولكن يود اللاذا ثلاث سلمي الحديث اللي نشرح يقار خاطر اي غار خاطر ادفكض اللاذا يجمع كينسلم سلا حلال وقروا دخانا ذات بلاصي نساك ذي اللي ساعه ميسني الشمه انت كلاسي يسكن في الطيبات في الخبائث والزمان غادي ذات كلاسي دي الطيبات الكلاس موينس تصنيف الدخان في الخبائث لا في الطيبات هكا نمسفهم ثم إلا وسيد فم يون يروح هذه كيف قرون بسم الله سبحان الله إلا كريتش بنادم غادي يسوبادم بسم الله مي كاش نهار فم ديون ندمد الشمايد بسم الله تلقى غير رسالة النظام أكتفي بهذا ثورة نشمد الحديث باب النهي عن دخول المسجد بريح الثوم ماشي الثوم وتغطية الفم حديث رقم 29 من أحاديث الموطأ طبعا وقيت الدرس رقم 13 من بيان موطأ الإمام مالك يوم الجمعة 16 ربيع الثاني 1436 الموافق ل 6 فبراير 2015 باب النهي عن دخول المسجد بريح الثوم وتغطية الفم الحديث رقم 29 حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب وجاكم نهضر ثلاثا تعريف ترجمة ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وطبعا عرفناها أيضا فيما سبق وهو من كبار العلماء سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
طبعا ذا قلنا تبقي حديث مرسل الدرس عدان شرحنا الحديث المرسل وكيفاش وصله الإمام مالك في أحاديث أخرى وكيف وصلها أيضا الإمام ابن عبد البر في كتابه التمهيد وهو من كبار العلماء وهو موصول أيضا عند غيره من العلماء كالإمام مسلم. هذا كله ذكرناه في الدرس اللي فات ما نعودوش. ثم نروح قال أشد النبي صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة أولا اسكثي الشرف التجران غلان في الشرف اسكو التجرة ما كدير مثلا ام تجرة نشينا نغثان قلت نغثارت سميست ثارة نغثان قلت نغثا زمورث نغثا زدايث نسمرنا خاطئ. طبعا بلا ما نكشم في التفاصيل اللغوية وجي هذا عرف لغوي وليس وضعا لغويا كما قال السادة العلماء. لذلك الثوم لا ساق له خاطر كلمة الشجرة بدي تجرة أولا قيلوا الترم التجرة معناه يسعى الجدرة يسعى هكا والثوم يسعى هكا ولكن مادام وجي وضع العرفي هذا عرف لغوي وليس وضعا لغويا. إذن الشجرة كل نبات له أصل يسعى أصل إذا قطع يخلف معناه يصدق هذا الوصف على الثوم. من أكل من هذه الشجرة يعني تشرف فلا يقرب في رواية فلا يقربن في رواية فلا يقربن في كل الروايات وردت مساجدنا شوفوا مليح مساجدنا يعني بلوريال جوامع ودينا المسجدنا جوامع فلا يقرب في هذه الرواية رواية رقم في الحديث رقم 29 فلا يقرب مساجدنا يعني وديك الشمال تروحها الجوامعنا يؤذينا بريح الثوم. النبي عليه الصلاة والسلام يؤذينا يبو يغد اللذة يضراغ سريحة ماشي سوال ماشي سو عكاز ماشي سو زرو ماشي سلاذة سريحة باش نفهم ينسل من يثمثني وذم ربي لو كان نطبق احاديث النبي صلى الله عليه وسلم اطاس يغفلنا يروح في ذرفنا اطاس انا عيشي ثلويث مليح انسعى غفلنا ولكن دي مش طاح انا كي مثورة خاطئ لين السواليم يؤذينا بريح الثوم يضر يأذاغ سواشو سريحة نتي الشرف وقيل معنا لو سونس جلوبال الحديث دوا. طيب قلنا هذا حديث مرسل وقد وصله الإمام مسلم في عن أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب اسم كتاب ينسل داخل الصحيح ينسل المساجد ومواضع الصلاة وباب نهي من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا الحديث رقم الحديث 71 عند الإمام مسلم. الآن السؤال مطروح هل وين تشان في الشرف أكل الفصل ما يتشثن يعني نيئة ذي جديد ولا ما يتشثن بان مطبوخة؟ طبعا ذاكي واضح الجواب من أكلها نيئة يعني كان كيشتي الشرط وحدث ما غادي يتشرب الفصل قبل ذبن ما إلا بان يرفع الحكم. فجي أول مسألة هذا نصفي المسفهان ماشي وين يتشان الفصل نغاك الشرط يبان ما إلا بان الحكم مرفوع بمعنى يجوز ما تشرب الفصل أو الشرط يبان تشبه الجماع تحضر الجماعات أو الصلوات الجامعة وكذلك تصلي صلاة الجمعة. هذا هو صافي ذيك النقطة حكم أساس ذكرناه. الأمر الثاني هل هذا الحديث خاص بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم بجميع المساجد؟ ذاكي لا يون الرواية روايتين ثلاثة البخاري ثلاثة مسلم
مثلا في رواية البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقربن مسجدنا. أكيد يسأل الحديث فلا يقربن مسجدنا، يعني الجامع المسجد النبوي. والحديث دي الصوت الإمام البخاري عن ابن عمر ذا غي الصوت ثيد الإمام مسلم ذي الصحيحين صافي يساد بلغة المفرد إشارة إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقربن مسجدنا. صافي لنا العلماء دينان المقصود ذي الجامع النبوي المسجد النبوي فقط، بمفهوم المخالفة الجوامع وياض يجوز باش أتشر الفصل ولا ماذي جديد لكن ربينا راه ثم في الشرط وتشمل الجامع نورمال، ولكن شو تشمل الجامع النبوي فقط. بين الدليل مزوارو ذي الحديث قيد بين حديث ابن عمر ذي البخاري إلا ذا الدليل وايض إنك لأن جبريل كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد. أمشد ياس جبريل أدي ينزل في النبي صلى الله عليه وسلم غاس ديال القرآن وتلي الريحة داخل الجامع ما كاينش منها. وقي جبريل وقي سفير الأنبياء صافي شبه ربي ما ذين في كاد يسنسا خامي تخدم الريحة ما طوموبيل تخدم الريحة تعطرها. جبريل عليه السلام ادي يسن بنفسه ادي يسغى المسجد ودي ينزل فاس القرآن الكريم ودي في الريحة الغصل الريحة ننتشر. إذا كان العلماء جبريل ما دام يتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم طبعا خارج المسجد وداخل المسجد النبوي، لذلك إذا يجوز وين يتشال البصر كتشر هذيك الشم المسجد النبوي. هذا رأي. ولكن الرأي الثاني إن دخلت كل المساجد الأدلة الدليل مزوارو تعدد صيغ رواية الحديث تعددت. ثلا الرواية دينا فلا يقربن مسجدنا جمع مسجد نبوي. ثلا الرواية دينا فلا يقرب مساجدنا كما في حديث الموطأ رقم 29 فلا يقرب مساجدنا يأكل جوامع. ثلا الرواية النظام فلا يصلين في مساجدنا. ثلا الرواية النظام فلا يأتين مساجدنا. يثك رواية وتزالر دي الجوامع عنا ودستسهل من بعض الجوامع عنا. تعدد الروايات بمختلف الصيغ دليل على شمول منع أكل الثوم والبصل وكل ما يؤذي في جميع المساجد بلا استثناء. المسجد الحرام بمكة المكرمة، المسجد النبوي بالمدينة المنورة، المسجد الأقصى بفلسطين، جميع المساجد كل مساجد بيوت الله صافي دليل مزور ذوان. وذاكي يرتشي وين دائما كنت نسمي كثير لا يمكن إصدار الفتوى إلا بعد الاطلاع على جميع النصوص. تجي قاعدة نذكر بها باستمرار نصوص القرآن نصوص السنة. يعني ورث الزمير ضارة هاد السفر الفتوى سقيون الحديث نغسي ثلاثة جمعي ثني دياكو أبري أدفكض من سنتاز إلى قاكا تجي لا ميثود لا ميثودولوجي متخدم ضركة تغلظوظ. لذلك شحال بوغور من تعيش يا ساقين سلمن ذي ثاقي التفضل ميك نغير ليك هذه غرية الحديث هذه ستيري في اللونك ذي تيري في مولان في الشياخ ما يستعرف بولو وما ثني ضاس إلا الرأي لكن لا يمكن نسمع الحديث النبي صلى الله عليه وسلم الصغير الرسول الصغير وياه ذي المحنة على بالك يونا ذي الشظ وذي غلظ وذي تفر ذي شغاط ننفي سيقراض
سيتادير أماكن غيرهم لا علاقة لهم لا بالقرآن ولا بالسنة. هذا غلط وهذا غلط. لماذا؟ لأن المنهج يقتضي ذلك. المنهج يقتضي ذلك سواء في العبادات أو في المعاملات. لو كان تورا الشب ديال لي بانك مثلا إلهم يقارن خطاب الضمان إلا لي بانك خاصة المصرفة الإسلامية يا هكا خدم شوالي ذا جديد ديال الإجراءات. ولكن ذيك الزوراني سي لا أسوال كتب الفقه في كل تفض مكتوب الكفالة في كل تفض الضمانة في كل تفض الحمالة في كل تفض الزعامة. مسألة أنا عمي أجمع كل الأبواب باقي من بعد سيضي لي بانك خدم ثاكان أو خدم ثراكان خدم ثاكا يجوز أو لا يجوز. ما ينفعش. ما تفض كان يوث ما ينفعش. اللي بغى يراجع مثلا يرجع كتاب التلقين. التلقين من كتب الفقه المالكي المهمة جدا اسمه التلقين للقاضي عبد الوهاب البغدادي. يقرأ سيدي خليل نقارني يمغارض سيدي خليل أتصفد الأمور جلدت بالتفصيل. وكذلك الكتب الأخرى في الحنبلي مثلا كتاب المغني لابن قدامة وغيرهم من العلماء. في غادي أما ذي العبادات أما ذي المعاملات باش نمسفان مليح صافي مثلا. إذن الحجة الأولى تعدد صيغ الحديث. إذن الغالب ما هو ذا شوف. إذن الجواب مادام النبي صلى الله عليه وسلم مساجدنا وردت هذه الرواية في أكثر من مرة إذن في جميع المساجد أكو. الحجة الثانية أن الملائكة لا تغادر المساجد. هل بالكم ثورة الملائكة لانت ثورة لانت يرق صافي ماشي الملائكة لان ذي مكاو المدينة. جبريل يسعى ميسيون نزل القرآن بأمر الله عز وجل. ولكن مولاش تنسى الملائكة والملائكة لا تبرح مساجد الله. لا تبرح المساجد دائما الملائكة لان داخل الجوامع. وثاني الحجة الثالثة النبي صلى الله عليه وسلم أشغ دينا إناد فإن الملائكة تتأذى كما يتأذى بنو آدم. أما كن نكوني بنادمين يتضرك الريحة الريحة لذلك الملائكة أيضا تضر الريحة الريحة تتأذى الملائكة كما يتأذى بنو آدم. صافي ثورة نستفقد النتيجة أنه الجوامع ياك ورثكتش مارا مثلا السريحة سميس الله وصلنا السريحة نثوم بين قوسين. لأن بعض المساجد وفي كثير من المساجد خاصة تقول نفذو خدمن الأوراق كتابة كاين يكتب مثلا 16 زرم ثقيل وكتب مثلا 16 أي غير خطر تقاشر تقول نفذو ثيذي الريحة. لذلك يا جماعة الخير إذا قسنا غوال لسببين ثلاث أسباب. السبب الأول ذلاذة يتساوي ديال الريحة هو ماشي كان في الفصل هاك تيشيرت ميم تقاشر يتسلاحا مما يكون يسبوحا هي الريحة كرمكم الله. السبب في الإنسان الأحاديث والقياس صحيح. الأمر الثاني أنه نطيع ولي الأمر داخل المسجد. بين الإمام ندك فشكون ولي الأمر داخل المسجد هو الإمام باش نتعلم ثاني تروازيام ارغيومون السيفيزم. شباب ربي ضحك قلت لها شباب السيفيزم هدينا هكا باش خاطر هكا باش يوضك الميساج معناه حضاره. نتحضر يا خويا ثم ركيد اما التليفون اما تساي فيها الاذان غالا يا اخي التليفون حكى عبد بس انت ما شاوتيني كاسمي ديفا كان تليفون هاي
الور الشيخ زرق بادي في الظاهر ديني استووا استقيموا رحمكم الله أبا ديني فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة إذا شيء الإمام يكملاس فإن تسوية الصفوف وإطفاء البورتابل من تمام الصلاة. يعني من البورتابل هذه سمحتي غاسو تونس السينارة غادي البداية وسي السينارة هذه يخدم الشغل يسو بورتابل ني وراه ثريكشني سخسيت تخشاضنا في النهاية لا لذلك الحد الأدنى اللي يجمع بين المسلمين كامل منع الأذى ولون الزميرة هذه ينفع يماس ويتضر يا جاب ربي ثقي سهلة النيفو عليين أتنفع ذيك معك النيفو ياكل مينيموم لو ستريكت مينيموم لو سيرفيس مينيموم وتضر يا نورمال تبغى ثقي ويلقى لك الضر وتضر وراه مشكلة. لذلك يشوف الفقه أي راك داوي الواس كتاب الموطأ مازال نتكمل ان شاء الله نتعمقوا فيها اكثر. هو كتاب فقه وحديث وادب الى ليس الفقه ليس الحديث طبعا في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الادب. طيب سيدي ثورة نكملوا بعض الاحكام. ابن وهب شو دينا إنك من وجبت عليه الجمعة وين في ثوجف لس الجمعة ثوجف لس الجمعة يعني كوني رجال الأمة اللي بلا سن تكليف وجبت عليه صلاة الجمعة مش كيما النساء تلاوين خاطئ تلاوين تصدق خميس المثموث نورمال ماشي واجب تبغى تصال ديال الجامع النبي عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا إماء الله مساجد الله تبغى تصال صلاة الظهر ماشي اوبليجي ماشي ممكن. ابن وهب إنك من وجبت عليه الجمعة وقد أكل من هذه يعني من هذه المثوم كذا لا يحضر الجمعة لا في المسجد ولا في رحابها في رحاب المسجد ولا في رحابه لا في المسجد ولا في رحابه يبعد طبعا رأي شوية شديد شوية ابن وهب ولكن أنوى طبعا أصحاب الأعذار يعني ثقدنا ودروس إن شاء الله هذه نحضر هذا نشرح أنوكس عن العذر باش أريد صلاة الجمعة أسن تنسل بالتفصيل إما السعادة موضين القخام الشيني كان قارد مالاد يري حوايجيك سيتادي إلا قاسيدي لا بريزونس انديسبونسابل أجل الجمعة وتساقوا ذرا عادي. مسائل أعذار السفر والمرض الشيني مريض في أعذار سنشرحها بالتفصيل في وقتها. برمي الأعذار من الأعذار المبيحة للتخلف عن صلاة الجمعة في حق من وجبت عليه من أكل البصل أو الثوم نسيانا أو اضطرارا ولا ريتشن لفظا ما فيش الشرط يتسو تساثو فيك تسمع قلب سفهام شوفوا ثاسي يتسو ياكي يتسو يتشات كما سير ريح الله هذا الجبال حقا ساقي ماشي ديال الخميس ديال الجمعة يجوز لك أن تتخلف عن صلاة الجمعة فتصلى ظهرا في البيت زال طهور وتربح طوار شوية ولكن إزمة ديني ثريون إما إلا الإنسان ماشي كلاها نسيانا أو اضطرارا للعلاج مثلا ولكن تناولها عمدا يتغير الحكم تماما. أولا هو آثم ولا قادر يخدم لا حيلة مع الله ولا قادر يخدم الحيلة هكذا ربي سينا ساقي زرع الجمعة بساقي ذا يفور أستشغل فصل أو كتي الشرط غاديك هي ولا مودينا كيني هادشي غاساقي سي با لاباس سيور الو نو أنا أكلت الثوم كيواز ضحني مفهوم خاطئ. أولا يأثم لمخالفته الأمر النبوي يسعى الذنوب. ثانيا نسى في حقه
تجد إلى قد يصلي الجمعة ولكن لا يصلي مع الناس، يصلي في آخر الصف، في آخر الصف، يروح الآخر. أتدرون لماذا؟ العلماء الفقهاء قال لك لماذا؟ معاملة له بنقيض قصده. صافي تعمضض إهمال، تعامل بعكس نيتك. ظهر الشطح خطت للقاعدة: من استعجل الأمر قبل أوانه عوقب بحرمانه، عوقب بعكس مقصوده. ما شاهو ذي زمن عثمان بن عفان إيون يفريث مطوثيس طلق بائن ملمي لحظات المثين قول قبل ذي يمث إيوالي مانيس قريب ذي يمث نسي جاد تريك الله الله إن يستمطو ثمثاقي ما ثبويث هذا السفروغ طلق بائن صافي دير إسعى سوء النية. يعني بيني وبينكم ذي الوقت ما قال يخمم ذي الفرو انسى الواجب اللي قد يخمم ذي الشهادة ذي التوبة كاش ما هذه رقعك شطحي مانيس أكل من الله إن شاء الله نمثوكف في الشهادة لا إله إلا محمد رسول الله. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمرني باش نلقن المحتضرين الشهادتين تعيونض خاطر يتمتث ذاتك هذه اللي فاب اللي ضعف مسقط لا إله إلا الله محمد رسول الله وسقارين يتيد خاطر يعقني زميرة دي هضار الوقت ماشي لاني سهلان ليسونسيال تعاوذ سد اما كنا استقاضوا تساقوا 20 سلم أتديني سوليس وربنا دي القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أستغفر مضفوذ إما إليون ذي الوقت ماكي قرنك المتسك الراحة يديك الله ريد ذرو اسم توصيص من بعد يموت طلاق بائن ماشي طلاق رجعي خطر من أحكام الطلاق الرجعي يكون توارث فالحي يرث الميت ولكن من أحكام الطلاق البائن أنه لا ميراث لا ينتقل من الميت إلى الحي ثورثالة اسمي ثبتالو في لافير عثمان بن عفان رضي الله عنه يجمع الصحابة أصحاب الفتوى حتى عند الصحابة ماشي كلهم عرفوا بالفتوى ماشي كلهم لا أدم مثلا ابن عباس عرف بالفتوى حبر الأمة بالمناسبة يعني إن شاء الله إذا إن شاء الله كان بيفكر ربي فرصة نضحكوهم بعد كلام الأحكام كالفتاوى الناس أنت دي ابن عباس جهدنت مليح أنت دنبروفيس الرياضيات سلي ماتيماتيك في علم الفرائض أسف بلي ابن عباس يسعى الحق ولكن الفتوى الحونه ساقيه لي نوتي ياك ماشي كان ديال الجزائر ديال الموندونتي خلفت فتوى ابن عباس حاجه غريبه معمقه جدا وقي هامش عثمان بن عفان الناس حكى استمشاهوت باش سينا الناس تمطوثيسه تورث الناس يا ايمان يفريس طلق البائن ماشي طلاق رجعي أدغى يبوذ القاعدة ياكي فصارت قاعدة قبلوها الصحابة فقهاء الصحابة ولا يزال يعمل بها إلى الآن اسميس: من استعجل الأمر قبل أوانه عوقب بحرمانه عوقب بعكس مقصوده. صافي وين راه يتشن الفصل في الشرف وربينا راه يعمد باش وريد زاد صلاة الجمعة يعامل بنقيض قصده فوجبت في حقه الجمعة. هذه صلاة الجمعة هذا شوف في آخر الصف واحد ساكين ماشي واحد يعني الصفا كان قالوا ودي الشمال كاع الجامع غاس ما إلا ولاش الغاشي زون دي فرا ديك الشمال الجامع ولكن في آخر الصف وفي السناث هو آثم ما يعمث يشبه ربي ثمسلتقي واضحة الآن. ثورة نروح
ذا شو دينا الباجي الإمام الباجي وكذا من كبار العلماء إن دخول المساجد ماشي غير في أوقات الصلاة كان الفقه حتى في غير أوقات الصلاة. لماذا؟ لأن الملائكة لا تبرح المساجد، لأن الملائكة لا تبرح المساجد. يخي الناد السر آشمين غشوغار غيغر النبي عليه الصلاة والسلام نهاية ونستسارى في الشرطة كل بصوك وين يسرحنا كي الريحة ونكشم الجوامع ياك من خطر الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، والملائكة لا تغادر المساجد. صافي ماشي الملائكة الوقت مثل كثرة نلا الغاشية ذيلين الملائكة مولاش خاطئ اش 24 الملائكة لان صافي نفهم يا جماعة الخير ذا شو سوان الجوامع. إذا كان الأذى ممنوع الريحة هل يجوز الأذى سوين النظام؟ سون كومونتير أشو قدرون دي الجوامع النغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وربي يهدينا جميعا إلى سواء السبيل. شفا ماكو قاد يشفان زيك للجوامع غاس الجوامع دي مش طاحي تذرين أكنت يشمض الجامع للسر ذلي سر الإيمان طمأنينة السكينة ما شاء الله ولاش العياض ولاش السوغان ولاش كذا ولاش كذا ترتاح صح. ولكن في كوان الفقه نكويت ورا مسني سيس من تمسني أطاسي قروين. لذلك لا بد من التعلم والتفقه وما كاش مشكل إن شاء الله تعالى. ثورة أنكمل حديث رقم 30. وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن المجبر أنه كان يرى سالم بن عبد الله إذا رأى الإنسان يغطي فاه وهو يصلي جبذ الثوب عن فيه جبذا شديدا حتى ينزعه عن فيه. وقي حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نبذو حدثني مالك طبعا الإمام مالك عن عبد الرحمن بن المجبر. أنوذ عبد الرحمن بن المجبر وقي ذي الشيخ من الإمام مالك برمي الشيوخ الإمام مالك واسميس عبد الرحمن بن المجبر. ذا شوث المجبرك يخي نهضرت فيما سبق نص كلمة الأعرج عن أبي الزناد عن الأعرج لنت الكونيات لنت الألقاب هكا استخداما يمسلنا كيسيزيك لقب أشينغ مثلا الأعرج. أنوذ الأعرج عبد الرحمن بن هرمز ولكن عرف لقب بالأعرج هكا اسمه عبد الرحمن بن هرمز. واقي اسمه المجبر صافي شيخ من شيوخ الإمام مالك اسمه ابن المجبر. أنوذ المجبر تبعوني مليح. عمر بن الخطاب يسعى ميس اسمه عبد الرحمن. عبد الرحمن يسعى ميس اسميس عبد الرحمن. ميساقي يسعى ميس اسميس عبد الرحمن هكا صافي ما نفذل سكسر ذا الساون أديني عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب صافي طروفة ثلاثة كال عبد الرحمن من بعد أنا وضع عمر بن الخطاب نمسفهم أمشي تنسميزن عبد الرحمن ميسام زورو اسميس عبد الرحمن الأكبر أم قران أم كن قرن قبايلي ثكيني محضم قران محضم شطوح أخي قراوي
إلاك محضر مقارن محضر مشطوح صافي. إلا عبد الرحمن ميسام زوارون عمر بن الخطاب اسمس عبد الرحمن الأكبر، ويض اسمس الأوسط أن قالوا يا اسمس الأصغر عبد الرحمن الأصغر صافي. عبد الرحمن الأكبر، عبد الرحمن الأوسط، عبد الرحمن الأصغر. أم قران المس أم شطوح نمس فهم ثورة نروح صافي. ميسنا عمر بن الخطاب اسمس عبد الرحمن. عبد الرحمن أجيو السين عبد الرحمن أجي سعد ميس عبد الرحمن ذواقيذ المجبر. ذواقيذ المجبر المجبر أجي يسعى ميس اسمس عبد الرحمن ذواقي إذ الشيخ الإمام مالك من شيوخ الإمام مالك ابن المجبر نمسفهم ثوري لا قنسقر شمي المجبر كاين سيدي يوسف المجبر. اولا قبل شرح واقيم كويت قبايلي ثم ثولا غيون يسعود الدريات متساثم هكا اباري الا وان تسمين مخلوف هكا اولا قيلنا ولا شيء الا تسمي اسمه وياض يعني تسمي اسمه وياض وفارين دينيغ مالا باش تعرف الموت باش فهميد نورمال فقبايليت نورمالمون للشون يلحوا اثنت النقطه سوا ايوه. اذن عبد الرحمن يسعد ميس اسمه عبد الرحمن. عبد الرحمن كي غير اسمه المجبر وش اسمه لك ذعمثيس انت ذعمثيس حفصه حفصه صافي. لا عمر بن الخطاب يسعد اسمه عبد الرحمن يسعد اسمه حفصه. طيب صافي حفصه وكذا عبد الرحمن ذات مثل يجمس كاع عبد الرحمن يلد غرس وقشيش اسمه عبد الرحمن الماس وكيوش اسمه المجبر ذي عمثيس حفصه امشي اسمه المجبر هاكي لانت روايات زمات نجمعه الدكنت نورمال. الرواية ثم زواروث أنه يموت فافاس مزي وفعلا يموت مزي ذي المزي ذغا سما سميس المجبر. المجبر يعني أكيجبر ربي سبحانه أشيفك ربي تغزي العمر فافا يموت مزي شات أذي يغزي في العمر مجبر. في الرواية النظام إنك تجري مزي عبد الرحمن الأوسطاقي يغلي الرز نكون يا أخي يغليوني الرز جبرني خكا الزيك جبار وليسارة الاستيزام ثورة كانت فيون مصوص الله يذكر بالخير مازال إذا مصوص ميقموثيون يصروحون تيك تغيزين معروف يعني قلت أنت دارت ذا مصوص يسعى الكوراج ذا عجب يا الرز يغلي تسلحظ يا الرز بنسى جبار اجبرني اشو السنين ناسين كتعود ثاروزي ولا شلانيستيزي ولا شوالو تيسيلت والو صافي قرص الكوراج اثي الطفل سيعيوذ إن اسمه تساعد الكوراج الناس لوني سايغ الناس لوني سايغ فهم الرساله صافي اسمي دوسان انا سثان اقششاكي عبد الرحمن يغلي الرز مكسر ضغاث ناس بل مجبر يعني في جبر ربي ان شاء الله يعني في سحلو ربي هكا. وطبعا نغدا ولاكي باش نفرق صافي الوالد الشيخ الامام مالك هو عبد الرحمن ابن المجبر عبد الرحمن عبد الرحمن المجبر المقال المجبر صافي الأكبر الأوسط الأصغر. وذاكي حدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن المجبر أنه كان يرى سلم إلى آخره. ثم نروح سلمى بن عبد الله هو من الفقهاء ممن فقه الصحابة في المدينة المنورة. لذلك رأى الإنسان ولا يغطي فاه
زرم أصحاب الصحراء أخذ منهم قال اللثام اللي يخدم يسمس أعمى مني ياك أبري هذه سواء النساء ديفانا هكا خاطر فرمل في طيش في كذا ميم سخان باش يشمال سيم يسوع هكذا يديروا أصحاب الصحراء. ولكن وقت الصلاة لقى فيكس مكروه تغطية الأنف والفم عند الصلاة، ماشي حرام، كراهة، حكم الكراهة إلا لمن كان مضطرا أو مريضا يهلك يقول العدوان لاغريب يجوز مولاش خطر هكا صافي سميتي ولا يغطي فاه يعني يتغم يميس وهو يصلي جبذ الثوب عن فيه وجبذ مع جذب جبذ المعنى يجفذ أزاحة بارك الله فيك أزاحة معليش صفر كدينا توجور في المصطلح يتعرف ثوك تقبيليث أي غردنا أختان الشقيقتان تيستماثين أتصل مصطلحات تصفض لني تعرف تقبيليث مثلا مردين مثلا الحيض الحائط البحر الشجرة الطجرة الشجرة هكا مرض ثمطوث من الطمث يتعرف من الطمث ثمطوث من الطمث واستعرف قضية مسين ذيون يصدويون بون ذي ثار يتقبيلي أدين يصدويث يزعيث أرنوثيد كان يحوزيث أرنوثيد يضرقيث أرنوثيد يحويث أرنوثيد يقدميث أرنوثيد يقشعيث على بيت قشع من فصيح العربية قشعه تعرف فهم جماعة الخير باش ديني صافي اللغة العربية والأمازيغية لغتان شقيقتان فلا يجوز إذن الفصل بينهما أو إحداث الخلاف بينهما. داير من بكي ذكر الآن عبد الرحمن بن المجبر هكذا وشرحنا مع المجبر وكذا من في قبيليث كيشفر ربي أمي خي قرنك أكيشفر ربي أمي إن شاء الله يعني خدمك سيدال بعيد ما غاشو تيجبر ربي يعني تيشفر ربي تسلك ربي إن شاء الله. إذن إذا رأى الإنسان يغطي فاه وهو يصلي جبذ الثوب عن فيه. لماذا؟ لأنه كان فقيها بما كان معروفا في المدينة المنورة. هذا من الفقه النبوي أنه يون ما يغطيش يعني فمو بهذا اللثام كما يفعل عندنا أهل الصحراء مثلا، ولكن في الحياة نتاعهم وقت الصلاة يزيحون اللثام ويزيلون اللثام عن وجوههم وأنوفهم للصلاة شديدا. وذاكي العلماء كيف يعني العنف نغمش يعني شبه لا ثاقي شغل حرصهم على موافقة ما كان معروفا يعني من فقه أهل المدينة. وطبعا بين قوسين شرحنا فيما سبق عمل أهل المدينة وهو من أصول الفقه عند الإمام مالك، من أصول الفقه المالكي عمل أهل المدينة. سيأتي البيان إن شاء الله في مستقبل الأيام. إذن الآن نروح مباشرة إلى الحديث رقم 31 مع كتاب الطهارة وباب العمل في الوضوء. وهنا لابد من مقدمة. هذه المقدمة تتعلق بكتاب الطهارة. قلت لكم في مقدمة لقاء اليوم ونحن قدمنا للحديث 29 الذي ينهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم دخول المساجد لآكل الثوم والبصل وما قيس عليهما. قلنا درءا لكل أذى
يلحق بالمؤمنين أو بالملائكة، والملائكة لا تبرح المساجد. وقلنا من مقاصد ذلك باش يمنع الأذى بين معاشر المسلمين، بل بينه وبين الناس الأذى ممنوع، أليس كذلك؟ الآن نأتي إلى كتاب الطهارة، والطهارة معناها النظافة، تزدي، وتزدياكي من مقاصد الدين، وذاكي الطهارة من الأدناس الحسية والمعنوية، وكذلك من الأنجاس مثل البول أكرمكم الله، والأدناس الحسية مثل الأوساخ، والأدناس المعنوية اللي راهي في القلوب، معاصي التي ترتكبها القلوب أو الجوارح بشكل عام. معنى الطهارة هذا هو المقصود، وإلا ما ينفعش. ربي سبحانه وتعالى قال في أمر الصلاة، قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. اسم من مقاصد تشريع الصلاة من تفيد التبعير، أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. لابد الإنسان يرتكب المنكرات، الرشاوي، الربا إلى آخره، ولكن ميقف تصلي ثدين يتوب توبة نصوح، ماشي يصلي ويزيد يشرب الشراب ويزيد يدير الربا والرشوة وكذا، فهذا أمر لا يقبل. بلا ما ندخل في طهارتها الكبرى طهارة الصغرى إلى آخره، نروح مباشرة للحديث عن نقرأ هذا الحديث ثم أعلق عليه. حدثني يحيى عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم وهو جد عمرو بن يحيى المازني وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ ما تزمرض أي دورض أي دمرض أميح النبي عليه الصلاة والسلام يتساق الوضوء. فقال عبد الله بن زيد بن عاصم: نعم، يعني نعم يوالا مشي يستوضي يتساق الوضوء. فدعا بوضوء، دعا بوضوء بفتح الواو. سلم الوضوء بالفتحة، الوضوء بالضمة، الوضوء بضم الواو، الوضوء بفتح الواو. فدعا بوضوء إن يسمعني آوي ثيد آمان يصلحني الوضوء بالشروط التي نذكرها في دروس القادمة. طبعا ذمان يصلحني، يعني ما يتغير لا لونه ولا نغلا ولا الريحة ينس ولا يا أخي. خطر سبحان الله يقدر ربي سبحانه يزور الكفاسن بعد ذي ميزان زوارو، خطر يزمر يوني يتوضا بحبود بوعلام في الليل ما يفيقش. لو كان فما هو الخر صار يروح تاني يكمل كاع الوضوء بعدين يفيق. باش تعرفوا من خصائص الماء الوضوء هذا يخدم كان كيفاش نيس ما يطلع مول توالي راه يخدم كيمساسيون كازوز واقي ماشي ذمان. إما إلا ماشي الكازوز ولكن ذمان يسعن الريحة هذه في الدوزيام باراج أب حبس السينو كذاكي ما يصلحوش صح. تجي من الحكم طبعا التي ذكرها العلماء من الحكم. الآن فدعا بوضوء. إذن الوضوء معناه الماء الصالح للوضوء. أما الوضوء بالضمة هو العمل في حد ذاته، هو العملية نتاع الوضوء، لوبيراسيون الفعل. فقي عند جماهير العلماء، ولكن بعض العلماء قال لك الوضوء يصلح الاثنين، يصلح للاثنين، يعني للماء الصالح للوضوء وللعملية في حد ذاتها. وإذا من أهل اللغة سيبويه سعراء بلا ما كشف هذه الأمور اللغوية. المهم نقف عند هذا الرأي أن فدعا بوضوء السياق أنفهم باللي أو ثيد أمان إصلاح للوضوء هذا ما كان. فأفرغ على يديه فغسل يديه، طبعا يفسس مرتين، وطبعا لامت الرواية ديالنا ماشي خطر فيهم قال مرتين ثلاثة. نسى يوث تجزي تجد الفرض، ولكن السنة مثلا نصنا التياض. لذلك ما شوط بوماني قلان أن الوضوء ثلاثة يذنا شوط أشي نخدم يوث نخدمها تروفا ثلاثة كان باش أقد نوامنني أن الوضوء ثلاثة يذنا ناظر مع هذه 5.
فغسل يديه مرتين ثم تمضمض يميس واستنثر 3 ذاك زرنيس، ثم غسل وجهه 3 3 مرات، ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين إلى المرفقين، معناها إلى سياق بولاق الحديث، معنى يسمي كذا الدونت ماشي تصور السياس لي فرونتير الدونت هذه ريدنت ايوا الى الغايه الى المرفقين، ثم مسح راسه بيديه، يعني يمسح قروس بيديه، فاقبل بهما وادبر الي روتور. وقيل الحديث يرويه الامام مالك ملو كالسفظ عند الفقهاء الاخرين يخناون الباء تفيد التبعيض، تفيد الالصاق، هذه من معاني الباء. ربي دين القران وامسحوا برؤوسكم، يا اخي دين ربي وامسحوا برؤوسكم. لذلك مثل ضيون يخدم كان كذي الوضوء يجوز يجزئ، اي غير خطر البياقي وثقي من اسباب اختلاف الفقهاء. يا اخي اختلف الفقهاء، اذا اختلف الفقهاء فاختلافهم لاسباب، من هذه الاسباب معاني الالفاظ، من معانيها الالصاق، يلصق اليد هذا يجزي، من معانيها التبعيض، بعض الراس يجزي. لذلك فاذا اختلف الفقهاء فاختلافهم بسبب واختلافهم عن علم. نمسفهم لعلي حكاهم دوك لا يسن نكته كني يونو جزائريين الفقه بيبريكان يروح يزول يجيون الجامع يغلوظون بعد ولا يون يتسغلوظوا رابيد بسرعه يبد سقر يخدم كنكا يعدى الناس الجزائريين ناس اروفير غادي نكون زرده مشي وين ناس بتقول ايه يعني ذا مصري سيد حكام الناس قرا نقول لك عاود الوضوء انت علاه قالوا لازم دير الي روتور، هو هكذا فهم، وذاك يعرف الفقه ناس هذا يجوز وهذا يجوز، والجزائري ناس ربي واحد الوضوء واحد، ربي واحد الوضوء واحد، هكذا تعلم. فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه. شوف الحديثة نتعلم حتى اللغة العربية، يمكن الانترودكسيون ماشي تقال تعرف مقدمة هي خطأ، نقول مقدمة، ولكن شاعت مقدمة، المقدمة مقدمة، ولكن خطأ شائع. ولكن بعض العلماء أجازوها، قال لك خطأ أصبح عرف لغوي. فالحديث بدأ بمقدم الرأس، بمقدم رأسه، ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى ثنيد هكذا حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه، يعني الديمارسية دي وضع المادة هكا، ثم غسل رجليه. طيب لماذا خصت هذه الحديث انتهى هنا، ما زال الحديث نظمه، وقيل الحديث رقم 30. لماذا خصت هذه بالغسل؟ لأن الجوارح ترتكب بها المعاصي سواطاس، هذا هو العموم يعني عند العلماء. في مسألة مهمة، وقي أراد التعلم الناس هل تستطيع ما تزمرض أي دورض أمك يتسغلوظ النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال فقهيا لو كان يقول لك واحد علمني الوضوء ودير لا براتيك توضا كامل، هل يجوز أن تصلي بذلك الوضوء الصلاة؟ هل يجوز؟ لا يجوز. إذا كان توضيت بنية التعليم، توضيت باش تعلم واحد آخر، فلا يجوز أن تصلي بهذا الوضوء. والذي يتبعك اللي يتبعك أنت تتوضأ ويتوضأ معك بنية التعلم لا يجوز، حتى هو كنتكي هو. إذا درت بنية التعليم والصلاة يجوز. واضح؟ هذا حكم فقهي خذوه من هذا الحديث. لذلك
النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. طب مقدمة لهذا الحديث وأحاديث أخرى نحاول نجيب فرائض الوضوء باختصار في الفقه المالكي. طبعا هي 7. ثم زورث النية، طبعا الحديث إنما الأعمال بالنيات أنفسيس، والنية محلها القلب ولا ينطق بها. وسقرر نويت الوضوء لصلاة العشاء. لو كان دير هكذا راك فتحت الباب للشيطان ويدير فيك كتير، صح؟ والناس اللي يهضروا هذوك هما اللي يجيهم الوسواس بزاف. وعلى بالك من بعد ينتقل من الوضوء إلى الصلاة، يولي يقول كي يصلي مع الشيخ نويت صلاة العشاء جماعة خلف الشيخ نور الدين، لازم يقولها كومبلي وهكذاك، والوسواس يدير فيه العجب. وكاين اللي يتوضا بالمري، يجيب المري باش يتوضا ويشوف روحه، قال سي بون واعر لا اله الا الله محمد رسول. لذلك علماؤنا قالوا حتى الدلك الشديد مكروه على باب الوسوسه. هذاك اللي مفهوم على اخويا راك تقول للشيطان روح خليه نورمال، مفهوم. اذن قلنا صافي النية هي الفريضة الأولى من فرائض الوضوء. والسين غسل الوجه. الوجه ما هي حدوده؟ ربي قال فاغسلوا وجوهكم مرة واحدة، هذا هو الفرض، الباقي السنة. يتحقق الفرض بالمرة الواحدة. الوجه منين يبدأ؟ من منابت الشعر، شعر الرأس عادة، العادة، وبعدين ألما نهاية الذقن. واحد من ما عندوش الشعر ما يبداش الوجه نتاعو منه غيره شنو كذا فرضاس ندير له وذميو البع غير ما ندو فيه شعر. لا 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 معروف. السبول لذلك العلماء قال لك من منابت الشعر عادة، عادة هكا. والفرضة الثالثة غسل اليدين إلى المرافق، مع المرافق داخلة فيها إدخال المرفقين. وحديث أبي هريرة واضح، يعني في أحاديث أخرى الوقت مشى ما نقدرش نقولهم، خلوها الحصة القادمة إن شاء الله. ثورة ويسر 4، الفريضة ويسر 4 مسح الرأس، سمعتوا وامسحوا برؤوسكم. الناد في الفقه المالكي يعني من مقدمة الرأس إلى القفا، نهاية القفا ذهابا وإيابا. الفريضة 5 غسل الرجلين، ولكن الرجلين يا جماعة الخير يدخلوا فيها الكعبين. بلا نسير دي لقى بيسقانس قبيل اسم استاذ لك عبرتني هذا شوفي إلا قنسات هتسيريد ماشي تصوض جوست شون تلاست لتحت تحبس، لا طلع ميم تزيد شويه زياده اون ماج دو سيكوريتي معليش، ميم لا ماج دو سيكوريتي معليش زيد شويه معليش، ماشي لا ماج دو سيكوريتي حتى لهنا جا الوسواس خاطئ، زيد شويه برك باش تضمن باللي هذيك المرفقين دخلوا ميم الكعبين دخلوا. لذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشه قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للاعقاب من النار. هذا حديث أخرجه الإمام مالك. الكعبين على تحذير يحذر. وهناك حديث آخر سبحان الله، حديث أخرجه الإمام الترمذي ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار. لذلك قلت لكم قبل حين من ناحية المنهجية لا يجوز إصدار الفتوى ولا استنباط حكم شرعي إلا بعد تجميع جميع النصوص المتعلقة بالموضوع نفسه، سواء تعلق الأمر بالآيات القرآنية أو بالأحاديث النبوية الشريفة. هكذا لو كان دوضي الحديث واحد أو ذاك الأحاديث. لذلك حديث الترمذي حديث الإمام مالك ولاش ديك بطون الأقدام، وحديث الترمذي أضاف بطون الأقدام، صح؟ معناتها منطقتان ممكن الإنسان يغفل عليهم، دو زون، زوج مناطق، إما الكعبين كي خاطر بضغارة في سوري بضغارة باش تصوض
ساع بوض وضاريك يعني تلمست وضاريك هكا سدو وضاريك بوطون ياخذ كنس تقبيلت يعني مفهوم دو وضاريك صافي باش تسير ضاريك أولو ضار شافوا ربي يا الله يبارك اثنين باش نحفظ أولو ضار وضار خاطر ذيك الترجمه الحرفيه غير صحيحه استقبيلت ما يروح وغريب يساد اكين تشورد ثبوت الى هاي تقبيليت يسقف صارت ملأ الباب ما ينفعش لا ترجمه المعنى وضار بارك الله فيك. اذا وحديث نظام حديث اخرجه الامام الترمذي إذا توضأت فخلل الأصابع هذا نبذ الحديث في 4 إنا كي ضارنيك ما تسير ضد السير ديال الفذنين من تجمع 4 الأحاديث تسفوض الحكم سوا صافي. الفرض ويس 5 غسل الرجلين. الفرض ويس 6 الدلك يعني إمرار اليد على العضو تصادر فوسيك طبعا للمستطيع والزمرن يعني بعد إفاضة الماء تخضر كيومان بعد تصادر الفوسيك ولكن ذاك الدلك الخفيف ندبل الدلك الشديد يدعو إلى الوسوسة وين يتحكونك بزاف. أما ذي الوضوء ما ذي لا دوشة ذي لا دوشتك ولا يدوش مليح هذه جرحك ويماني السورفيتس كلش ولي سرحي لا دوشة كنا دي فغاسيني هوا ثلا يمكتي زون ذاكي يرثو يثث قبرها يبليس يوعر مليح صافي في النحذر خاصة وقد يستسند الوضوء وكذا باش يكره العباد. لذلك الإمام ابن القيم رحمه الله إنك الشيطان يأتيك من باب المعصية وإن عجز يأتيك من باب الطاعة ولا يهمه بأيهما فاز. شوف الطبيب ابن القيم سبحان الله إنك دياس الشيطان كيني أعصو ربي ما تصليش أصلا مازالك من الزيض المثل تبض 50 سنة الساوي من بعد ما تصل الظلة كي نرجو أكدياس من باب الطاعة كيما تطوضا كيني شكا سي بور سا بعض الناس اللي ما يصليوش يقول لك أنا ما نصليش عندي 60 سنة أنا ماشي كيما ذوك اللي يصلي ويحجيو ويديروا المعاصي أنا كي نصليها طوب وبغى يبقى طوب يموت وما صلى ما والو. يا خويا صلي واعطينا ورينا عرض كتافك يا خويا نقل عندك. ابليس هكذا يكلخ للناس ياتيك من باب الطاعه عن طريق الوسوسه اكن تخدموا شي من لو بارفي مشاكل الوضوء ماشي هكذا سي بور سا كاين الناس اللي يتوضا ساعتين وتعرفوهم كل واحد واش يعرف والله غير ساعتين ما يخرج بصل دبا علاه وسواس وكيف لا لافير نتاع الوضوء يروح للصلاه يدخل سورتو كيصلي وحده يا بابا اكن يزول سيعيوذ هكا الوسواس. أم بعد كان واحد منهم حكى لي حكاية حقيقية إنيش والله كي نسمع الأذان تقلق خاطر جا وقت المحنة أنا عند المحنة سي فري ذا الوضوء ذا تصليت وكذا واحد النهار ما لازم دوك هداه ربي الحمد لله إنيش لقيت الحل ناس ما هو الحل إني خليت الصلاة سي بون طبعا هو يجبغ الشيطان يبكي دكاو. لذلك الوسوسة الدلك لازم يكون خفيف لأن التكرار والدلك الشديد يؤدي إلى الوسوسة. آخر فريضة الموالاة معنى ما يلزمش يكون تراخي بين الأعضاء ماشي تغسل وجهك من بعد تشرب قهوة وترجع تقول عندي ميموار صحيحة نكمل ألاز لا عود أروفير لازم الموالاة. وفي كناس الدليل الموالاة يعوذ فيروة السير ضد فاسنيك كذا وذ فيروة الفرائض وذ فيروة أيغار ماشي الميكا ومزوارو في كواس خمضاك كفان وامان صارت لنا ولا توضا خلاص الماء ماشي تروح للحانوت وتشري قرعة وتكمل الوضوء نتاعك لا. لقاؤنا يتجدد إن شاء الله بعد 15 يوم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.